الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أنا أسجل هذه الكلمة بعد صلاة العشاء ليلة النصف من شعبان لعام 1444 هجرية، وهي الموافق بعد عشاء يوم الاثنين 6 من شهر مارس سنة 2023 ميلادية. وأرجو من الله أن يكون آخر شعبان أدركه، فلذلك أسجل هذه الكلمة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني فيها سداد اللسان والإخلاص. أقول أن ليلة النصف من شعبان ليلة الفرار إلى الله، الفرار ممن لم يكن إلى من لم يزل، الفرار من الخلق أجمعين. ولعل هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أن الله يغفر لجميع خلقه إلا المتشاحنين. المتشاحن اللي هو مشغول بالناس وبينه وبين الناس مشاكل. وليلة الفرار أن تتخلص من كل هذا وتتخلى عن كل هذا. فلذلك أنا أسجل هذه الكلمة أولا لأدعو جميع المسلمين على ظهر الأرض أيا كانوا إلى هذه ليلة الصفاء. ذاك الرجل الذي بشر بالجنة 3 ليال متواليات أخبر أني أبيت كل ليلة وهذا قلبي ليس فيه غل ولا حقد ولا ضغينة ولا شحناء ولا بغضاء معنى كلامه لأحد من المسلمين. وأنا أشهد الله في هذه الليلة وهو على ما أقول شهيد، هو مطلع علينا، يرى مكاننا ويسمع كلامنا، ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، أنه ليس في قلبي شحناء لأي أحد من المسلمين، لا في دنيا ولا في آخرة، لا في دنيا ولا في دين. ليس في قلبي شحناء لأحد. أشهدك يا رب هذا قلبي فار إليك من الناس، فكل من فوق التراب تراب وماضون إلى التراب، وأنا لا أريد من أحد شيئا ولا مشغول بأحد في شيء، ولا بيني وبين أحد أي شحناء، لا في دنيا ولا في دين، بدون تفاصيل. وأرجو وأدعو أولادي وإخوتي وأزواجي وذريتي وأحفادي وجميع المسلمين، أبنائي من الربانيين، أحبابي وإخوتي من الربانيين، أدعوهم جميعا إلى هذا الفرار، إنك تفر من الناس بقى، ممن لم يكن كان الله ولم يكن معه شيء، ممن لم يكن من هذا الكون كله، الفرار من الكون كله إلى الله. إننا نريدها ليلة نريدها ليلة تحت العرش، أن ترحل القلوب والهموم والإرادات والنيات، أن نرحل بكلنا بكليتنا، نرحل إلى الله عز وجل، نفر إلى الله عز وجل دون تعلقات. لعل تكون في هذه الليلة النجاة. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا بركة هذه الليلة وأن تعفو عنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المغفور لهم في هذه الليلة. اللهم ساعدنا وأعنا وخذ بأيدينا أن نخلص قلوبنا لك. اللهم طهر قلوبنا واغسل قلوبنا ونقي قلوبنا وخلص قلوبنا وأخلص قلوبنا. اللهم ارزقنا هذا الصفاء المطلوب
لله آنية في خلقه، وآنية الله في خلقه قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه أرقها وأصفاها. اللهم ارزقنا في هذه الليلة تلك الرقة وهذا الصفاء. اللهم خلصنا من التعلقات الفانية ومن الشحناء بين الخلق. اللهم خلصنا بخالصة لكي نخلص ونخلص ونكون من المخلصين المخلصين. اخوتي، أنا أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.